حلقة جديدة من The AI Season. النهاردة الحلقة من الحلقات اللي أنا كنت مستنياها قوي، لأن أنا عندي interest شخصي في مجال الاستثمار العقاري والعقارات، وكمان في ال AI Season عشان نفهم مع بعض إزاي الفيرتيكال ده هيتأثر وهيتغير بال AI. فالنهاردة معايا في الحلقة محمود خضير. محمود, thank you so much for coming to the podcast. شكرا إيمان, مبسوط ان انا معاكي وشكرا على الدعوة. محمود عنده اكتر من 15 سنة خبرة في مجال التك هابس. اشتغل سنين كتير في يوروب من ألمانيا لفنلندا, وقعد الفترة الأكبر من عمره في أمستردام في multinational companies. محمود is holding PhD وماسترز طبعا, كلهم ليهم علاقة بالديتا ساينس. وكمان محمود اشتغل مع اكتر من 25 جلوبال اورجانيزيشن. كمان هو مؤسس لكوميونتي ليه علاقه بالاي اي في نذرلاندز. وان توب اوف كل ده محمود اسس شركتين, وقدر ان هو يعمل فاند ريزنج بحوالي $280,000. ودلوقتي هو هولدنج البوزيشن بتاع الرئيس التنفيذي لشركة اكس بايتس والشريك المؤسس لاكس بايتس. محمود, يعني يا رب اكون قلت كل حاجة عنك باستفاضة في المقدمة, ومتحمسة قوي ان احنا نتكلم مع بعض, لان حاسه الفيرتيكال بتاع الريل ستيت ده مش ناس كتير اتكلموا عنه. يمكن في السيزن هبقى بتكلم على التلكو, في حاجات اتعرضت اوريدي, هتكلم على الفينتك, هتكلم على الاديوكيشن. بس الريل ستيت حتى وانا بدور على بروفايلز عايزه اجيبهم عندي على البودكاست, في الحقيقه ما كانش فيه شركات كتير سواء في مصر او في المينا ريجن في الوطن العربي. دي حاجه مش موجوده. فخلينا نتكلم النهاردة عن الموضوع ده أكتر. واللي أنا عارفاه دايما عن الريل ستيت إنه دايما البروجرس فيها بطيء, حتى بالانترودكشن بتاعة السوفت وير تولز البسيطة والابليكيشنز اللي احنا شفناها اللي بنستخدمها عشان ندور فيها على عقار معين أو كده, حاجة very primitive عادي, سوفت وير ابليكيشنز. اللي أنا عايزة أفهمه منك يا محمود النهاردة إزاي ال AI هيشيك الصناعة دي, هيغير مفهومنا احنا كيوزرز وكحتى الشركات بتاعت الاستثمار العقاري سواء في مصر او الوطن العربي عامة. تمام. اول حاجه شكرا ايمان على الانترو اللي عملتيها عني. انا اتفق معاكي ان القطاع العقاري وخصوصا في مصر وفي المنطقه العربيه النضج فيه من ناحيه التكنولوجي لسه مش في احسن حالاتها, يعني لسه في البدايات. طبعا في شركات كتير بدات تبدا من اهمها مثلا شركه ناوي موجوده في مصر. خلينا بس نرجع شويه لورا في القطاع العقاري. هو القطاع العقاري اصلا معتمد بنسبه كبيره جدا على العنصر البشري من اول مقام. كان زمان الناس بتحتاج عقار, يا اما تنزل تدور بنفسها قبل بقى السوشيال ميديا وقبل الحاجات دي كلها, يا اما تروح لسمسار انا عايز عقار او حاجه معينه فينزل يدور لهم عند مطورين and so on يعني. ومع الوقت بدأ شويه الدنيا تتحسن في الموضوع. في بلايرز كتير في القطاع ده. هنتكلم عن اول حاجه ريل استيت ديفلوبرز او المطورين, دول اللي هم بيعملوا المشاريع في وجهات مختلفة, في الساحل, في القاهرة الجديدة, هليوبلس الجديدة, في أماكن مختلفة. في شركات التسويق أو البروكرج فيرمز, دول المسؤولين إن هم بيساعدوا الديفلوبرز إن هم يماكسمايز ويزودوا المبيعات بتاعتهم. وفي طبعا البلاير الأساسي في القطاع العقاري اللي هو بقى الباير اللي هيشتري العقار. يعني كل حد من دول ليه احتياجاته المختلفة. تمام. طيب انت قلتي ان القطاع العقاري قطاع من ناحيه التكنولوجيا هو قطاع تقليدي, وهو فعلا لفتره طويله جدا كان تقليدي جدا. كل حاجه مانيوال, في حاجات كتيره جدا بتحصل بتاخد وقت طويل جدا. حتى لما بداوا يطوروا مع الوقت بداوا مثلا يستخدموا ادوات تقليديه في سوفت ويرز, بداوا يستخدموا مثلا اكسل شيتس, CRM. بس الحاجات دي كلها لما بنيجي نتكلم هي حاجات just to store the data او to process the data بحاجه بسيطه جدا. ولكن لو هنتكلم على البلايرز اللي اتكلمنا عنهم كلهم والعمليات اللي بتحصل, في حاجات كتير جدا بدأت تحصل في بوتنشال للاي اي او الذكاء الاصطناعي ان هو يوبتمايز الحاجات دي
ويعمل اوتوميشن، يعمل انهانسمنت للافشنسي. على سبيل المثال الاي اي دلوقتي يقدر يقول مين البوتنشال ليدز اللي ممكن عندهم قوه شرائيه ويدخلوا يشتروا في اماكن معينه، فده بيساعد المطورين يعملوا تارجتنج او سيجمنتيشن لمين اكتر حد ممكن يشتري عقارات. عامة مع الوقت وان في ترانزاكشنز كتير حصلت وفي عمليات كتير حصلت، فده ادى الى ان في كمية ضخمة جدا من البيانات اللي احنا بنسميها البيج داتا، اللي هي الاويل بتاعة الارتفيشال انتليجنس او داتا از ذا نيو اويل، دايما اكتر جملة بتتسمع دلوقتي في عالم الاي اي. بالظبط. فالبيانات دي بقت كتيرة جدا، وده خلاص بقى هو الانبوت للذكاء الاصطناعي والاي اي اللي بيساعد بقى يوز كيسز كتيرة جدا، منها فالويشن، منها بريدكتيف مينتننس، منها سيلز اوتوميشن، منها حاجات كتير جدا. فانا I would say ان احنا دلوقتي في بدايه العصر الادوبشن الاي اي في الريل استيت. في شركات كتير بدات تظهر في المنطقه. انا هتكلم على حاجتين في الاي اي التقليدي اللي هو قايم على تحليل البيانات الكبيره وان هو يعمل حاجات بشكل بريدكتيف زي بريدكتيف مينتننس او فالويشن ديترمينستيك اي اي مثلا. والذكاء الاصطناعي التوليدي او اللي بنسميه جينيراتيف اي اي، وده اللي بيبدا يولد معلومات بيزد على نوليدج كبيره جدا هو متعلمها. فهنتكلم مثلا على الاي اي سيلز ايجنتس والحاجات اللي شبه كده. ففي طبعا يوز كيسز كتيره بدات تظهر وفي شركات بدات تظهر، بس لسه احنا في الاول الطريق في القطاع ده يعني. بما انك اتكلمت يا محمود على اليوز كيسز، ودي يعني انا في كده سؤال ثابت مع كل ضيف في كل فيرتيكال بساله ايه هو اليوز كيسز بتاعه الفيرتيكال ده، ولكن انا حابه دبل كليك على كلمه بروب تك. دايما الفتره الاخيره بالذات وانا متابعاك على لينكد ان دايما اشوف ايه كونفرنسز او ايفنتس دايما كلمه بروب تك بتستخدم، وبالنسبه لي هي برضو كلمه جديده اول مره اشوفها. ولما دورت شويه في موضوع البروب تك ده، هي البروبرتي تكنولوجي، دايما بيبقى فيه كلمتين انت قلت منهم حاجات البريد اند باتر بتاعه صناعه البروب تك، وهي الاوتوميشن اوتوميتد فالويشنز والبريدكتيف مينتنس. اوتوميتد فالويشنز يعني انا زمان كنت بشوف انا لو انا عايزه ابيع العقار بتاعي ده بروح اسال سمسار مثلا واقعد ادور واشوف الناس عارضه لو نفس العقار ده بنفس المواصفات تقريبا سعره بيتراوح ما بين كام وكام، وابتدي اعرضه في بنفس الرينج السعري يعني. طبعا الموضوع ده بياخد وقت ومجهود وتدوير وممكن كمان ما يبقاش اكيوريت. فبالفيتشرز دي في بالبروب تك هيطلع لنا فكره ان انت هتبيع العقار بتاعك ده ازاي. الشق التاني في البروب تك وهو البريدكتيف مينتننس، وانا شايفه ان دي حاجه يعني ادفانس شويه. ممكن لسه الانفراستراكشر بتاعتنا في مصر مش جاهزه ان هي يبقى عندنا سمارت سيتيز، ان هي تعرف يبقى عندي سنسورز في المباني ان تقولي والله خلي بالك ده في شرخ هنا في الحيطه، احسن صلحيه دلوقتي، انت لو صلحتيه كمان شويه ده هيكلفك فلوس اكتر. فدولت لما قريت عن البروب تك دول اكتر حاجتين. وبما انك كنت بتتكلم عن اليوز كيسز، فانا حابه اسالك الاول سؤال جينيريك بغض النظر عن الاكس بايتس اللي احنا لسه هنتكلم عنها كمان شويه بتعمل ايه الديفرنت يوز كيسز لو هاجي اتكلم على الفيرتيكال بتاع العقارات اللي ليه علاقه بالاي اي ممكن يكون بيقدموا سواء ليوزرز سواء لكاستمرز، او اللي هم اليوزرز والكاستمرز حاجه واحده يعني، او المطورين العقاريين او الشخص اللي عايز يبيع. ما هم كل دولت اللي انت ذكرتهم في اول الحلقه مستخدمين او الستيك هولدرز زي ما بنقول اللي مختصين بهذا المجال. طيب تمام، خلينا نبدا. البروبتك زي ما انت قلتي هي جايه من بروبرتي وجايه من تكنولوجي، الكلمتين مع بعض. وابسط صور البروبتك هو موضوع الليستنجز بتاع الافيلابيليتي بتاع العقارات. فكان زمان المطورين يعني بينزلوا ببيلبوردز في الشوارع، كنا نشوف يافط كبيره مكتوب فيها مشاريع جديده and so on. فالشركات بدات تظهر زي عقار ماب وناوي وبروبرتي فايندر، بداوا ان هم يعملوا زي ديجيتاليزيشن للاكسبيرينس دي، وبقوا ينزلوا كل الافيلابيليتي بتاعه صور المشاريع والديستنيشنز وكل الانفورميشن اللي ريليتد بيهم يعني. فده ابسط صور البروبتك. طيب عايزين بقى نتكلم على اليوز كيسز. او هنتكلم على اليوز كيسز، احنا لازم كل يوز كيس او بنعملها او ستارت اب بنبنيها هي دايما بتكون بالتارجت سيجمنت معين او نيش معين. تمام. فعشان كده احنا لازم نشوف احتياجات كل بلاير في الايكو سيستم ده عامل ازاي. لو هنتكلم مثلا على البلاير اللي هو الباير اللي بيشتري، فده اهم حاجه بالنسبه له ان هو يدخل ويدور على العقار المناسب، سواء بقى عنده نوايا مختلفه، حد مهتم ان هو ينفست،
حد عايز عقار عشان يسكن فيه، حد عايز عقار علشان يأجره ويبقى عنده باسيف انكم، يعني ايا كان السبب. فهنا اليوز كيس الرئيسيه اللي هو لو هنريليت برضو الموضوع بالاي اي، هو هنا هيبقى الاي اي سيرش، ان الاي اي يقدر يساعد الانسان اللي بيدور ان هو يلاقي اكتر حاجه مناسبه للبريفرنسز بتاعته. تمام، فانا عايز عقار بميزانيه معينه ويكون ليه اعلى عائد استثماري. فبناء على الداتا اللي موجوده احنا بنقدر نستخدم الداتا دي بيستخدم الاي اي يطلع اكتر حاجه مشابهه لاحتياجات العميل. فيوز كيس هي مثلا في الجزء ده هو الاي اي سيرش. لو هنتكلم على الشركات التسويق او البروكرج فيرمز، طيب الشركات التسويق او السمسره زي ما بيسموها، هم اهم حاجه بالنسبه لهم ان هم يجيبوا ليدز، بوتنشال هاي بوتنشال ليدز. الليدز دي مهتمين بشراء العقارات، علشان ياخدوا الليدز دي يعملوا لها كواليفيكيشن ويشوفوا هم عايزين ايه ويوديهم للمطورين يشتروا منه. وفي المقابل طبعا شركات التسويق او السمسره بتاخد كوميشن. طب فهنا لو هنتكلم على يوز كيسز ممكن يكون لها حاجه لها علاقه بال كونتنت ماركتنج. ازاي الاي اي نستخدمه ان هو يعمل اوبتمايزيشن ويعمل جنريشن للكونتنت. الكونتنت دي هتعمل كونفرجن عالي للليدز عن طريق different campaigns and so on. فهنا الاي اي ماركتنج اسيستنت مثلا ممكن يكون بوتنشال يوز كيس. طيب احنا برضو لما نيجي نتكلم، انا بحاول بس اذكر امثله لكل بلاير ممكن تكون عامله ازاي. الاوتوميشن بتاع السيلز، وده ممكن نتكلم عنه في اكسبايتس اكتر. اللي بيحصل في سوق العقار المصري مثلا ان بيتباع تقريبا كل سنه 100,000 وحده، بيشتريهم حوالي 80,000 شخص. تمام، ودي انسايتس جات من شركات موجوده في مصر يعني. طيب انا عشان ابيع ل 80,000 شخص انا محتاج اكلم قد ايه؟ لو هنفترض ان الكونفرجن ريت هو 1%، فانت محتاجه تكلمي 100 مره 80,000 شخص. فانت محتاجه تقريبا تكلمي 8 مليون حد. كلنا بنكره المكالمات بتاعت الاستثمارات العقاريه، اي حد بيبيع حاجه كولد كولينج صعب قوي. بالظبط. فانت تخيلي انت محتاجه كباستي قد ايه علشان تروحي تكلمي 8 مليون 10 مليون ليد عشان تقفلي البيعات اللي بتحصل في الماركت في سنه معينه. تمام، فالاي اي هنا ممكن يدخل في حته الاوتوميشن والفلتريشن بتاع الليدز، يشوف مين الهاي بوتنشال ليدز اللي فعلا ممكن تكونفيرت وتكون فعلا عايزه تشتري. فده برضو another يوز كيس. لو هنتكلم على المطورين عندهم حاجتين او هنسميهم تو فيزز. فيز ما قبل البيع، هو حاجه شبه مكاتب التسويق والسمسره، هم برضو بيعملوا ماركتنج، فممكن يعملوا نفس اليوز كيسز بتاعه البروكرج فيرمز، بس في حاجات برضو فيما بعد البيع ليها علاقه مثلا بالكاستمر سبورت. فازاي نقدر ممكن نستخدم الاي اي او البروبتك ان احنا نقدر نعمل حاجه ليها علاقه بالكاستمر سبورت. في حاجه ليها علاقه بالبيمنت كولكشن، انت بعتي اوريدي الناس، فازاي ممكن نستخدم مثلا ايجنتك اي اي ان احنا نشوف الناس دفعت الانستولمنتس بتاعتها في وقت معين ولا لا. لو ما عملش كده الاي اي ممكن يكومينيكيت مع الناس برو اكتفلي ويكولكت البيمنتس. ففي يوز كيسز كتير. احنا دايما اللي بيساعد في موضوع اليوز كيسز ان احنا بنشوف كل بلاير وبنعمل بروسيس مابينج. البلاير ده محتاج ايه علشان يعمل او يحقق الهدف بتاعه. بيزد على البروسيس مابينج كل جزء من البروسيس ممكن يتحول يوز كيس، وطبعا الاي اي والبروبتك ممكن تساعد في الموضوع ده. انت ذكرتي تو يوز كيسز في البروبتك اللي هو الفالويشن والبريدكتيف مينتننس. طبعا الفالويشن دلوقتي يوزنج البروبتك الاي اي او البيج داتا المتاحه ساعدت في الموضوع ده، لان في عمليات كتيره جدا حصلت في الماركت. فمثلا في ناس كتيره جدا اشترت في زايد الجديده في منطقه معينه في زون معينه. بيزد على الداتا دي الاي اي يقدر يتغذى بيها، يفهم الباترنز الموجوده فيها. فلو انا عندي يونت في نفس المنطقه وداخل اعرضها، هيشوف اقرب يونت مشابهه لليونت بتاعتي ويقول لي الفالويشن بتاعك بيزد على النولج اللي عندي هيكون اقرب حاجه ليها القيمه قيمه معينه يعني. تمام، فالبيج داتا برضو بتنيبل موضوع الفالويشن. بالنسبه للبريدكتيف مينتننس انا ما شفتش يوز كيسز في مصر ليها علاقه بالبريدكتيف مينتننس، بس في يوز كيسز موجوده عالميا. في اعتقد شركه اسمها انفوجريد، دي بتنتجريت الاي او تي مع الاي اي او الانترنت اوف ثينجز مع الاي اي، وبتستخدم سنسورز تو ميجر الهيوميديتي، التمبريتشر، اليوتيلايزيشن بتاع البيلدينجز عامل ازاي، والانرجي،
وده مهم جدا خصوصا في الكوميرشال ريل استيت. طبعا تو اوبتمايز ان هي تعمل بريدكتيف مينتننس قبل ما تحصل، فبتاخد proactive actions using الداتا والاي اي في الديسيشن ميكنج يعني. very interesting وديتيلد يعني تعريف للصناعه، وعجبني قوي حته البروسيس مابينج. حاسه ان انا هاخد ده تيك اواي يا محمود عامه كطريقه ان انا ازاي اعرف اجنريت يوز كيسز وافكر فيها لاحتياج حقيقي للماركت. وده بقى اللي هياخدنا للجزء بتاع اكس بايتس. انا حضرت كونفرنسز كتير وسمعت ناس كتير وهي بتتكلم سواء ان هم عشان يبداوا شركه عامه تك كومباني او اي اي فوكس تك كومباني، اول حاجه بيبداوا بيها هم بيشوفوا البين بوينتس، او بمعنى اخر الكاستمر محتاج ايه، فين الجاب. فحابه اعرف منك وانت بتفكر في فكره اكس بايتس ايه الجاب اللي انتوا شفتوه، حسيتوا ان هو ده فعلا الحاجه اللي احنا عايزين نبدا بيها، وشايفين ان هو ده التارجتد سولوشن لان في نيد حقيقيه ليه. تمام. طيب خلينا احكي لك كده بسرعه اكس بايتس بدات ازاي. كبروب تك ستارت اب احنا برضو بدانا ببروسيس مابينج، وقعدنا عرفنا طبعا ايه هي البيرسونا او ال الناس اللي ممكن تستفاد من الجزئيه دي. فلقينا ان احنا عندنا تو بيرسوناز، يا اما البروكرج فيرمز يا اما الريل استيت ديفلوبرز. فبدانا نكلم ناس من التو سايدز ونفهم منهم اكتر ايه الحاجات الموجوده. طبعا في حاجات كتيره جدا، فانت از ستارت اب انت ما تقدريش تركزي على كل حاجه في نفس الوقت. اكيد تحاولي تركزي على نيش عنده مشكله معينه، وبعد كده مع الوقت تقدري تدخلي سولوشنز وحاجات تانية ويوز كيسز مختلفه يعني. مظبوط. فمن الحاجات اللي احنا لقيناها لما اتكلمنا مع سيلز ايجنتس، هيومن سيلز ايجنتس يعني، الجزء بتاع الفراجمنتد داتا والكوميونيكيشن بتاع الداتا بين الريل استيت ديفلوبرز والريل استيت بروكرج. طيب احنا قلنا ان احنا عندنا المطورين دول اللي بيعملوا مشاريع في ديستنيشنز مختلفه وبيبيعوا المشاريع دي للناس، وفي النص في شركات السمسره او البروكرز، ودول اللي هم بيساعدوا الشركات الديفلوبرز ان هم يبيعوا اكتر، لان الشركات الديفلوبر مش عندهمش كاباسيتي بشريه كبيره جدا ان هم يقدروا يعملوا كل السيلز دي بنفسهم يعني. طيب الموضوع ده بيحصل ازاي؟ لازم شركات البروكرج تكون عارفه الافيلابيليتي اللي موجوده عند المطورين. فبتعرفها ازاي؟ فتلاقي ان كل مطور عقاري عامل بارتنرشيب مع الاف من البروكرج فيرمز، وكل يوم او كل يومين على حسب الفريكوانسي بيبعت لهم الافيلابيليتي. بيبعت لهم الافيلابيليتي ازاي؟ الحاجه السائده حاليا في الماركت بيبعت لهم الافيلابيليتي عن طريق واتساب. فتلاقي مئات من الديفلوبرز في الماركت، في اكتر من 300 ديفلوبر في الماركت المصري، مع الاف من البروكرج، في كميه كوميونيكيشن بتحصل لداتا. تخيلي ان كل ديفلوبر الصبح محتاج يبعت لالاف من البروكرج عن طريق الواتساب. اشمعنى واتساب؟ دي الحاجه اللي سايده يعني. لو فكرت فيها واتساب اسهل كوميونيكيشن شانل موجوده. السيلز ايجنتس عامه مش بيعملوا ادوبشن سريع للتكنولوجي، فبالنسبه لهم حاجه ان زير بوكيت، حاجه جديده. ف ده كان ده اللي خليكم تانتجريتوا مع واتساب. يس. مع اننا احنا عملنا انتجريشن، هنتكلم اكتر عن الليد كواليفيكيشن بعد شويه، بس دي اليوز كيس اللي احنا بدأنا فيها في الاول. ان احنا قلنا جيفن الفراجمنتد داتا الكتيره اللي بتحصل دي، وان كل ديفلوبر عنده داتا بفورماتس مختلفه يعني. في ديفلوبرز تبعت الداتا از اكسل شيت، في ديفلوبرز تبعت الداتا از صوره، في ديفلوبرز بيبعتوا الداتا از تكست. فتخيلي كميه الداتا فراجمنتيشن والفورماتس المختلفه. يعني يعني لازم الناس محتاجه تشوف الحلقه الاولى عشان تفهم يعني ايه راج والحاجات. تمام اوكي بالظبط. وممكن نتكلم عنه برضو شويه. فقلنا ان احنا ممكن نعمل بدل التشانل الكتيره دي، ان كل سيلز ايجنت عند البروكرج محتاج يدخل على مئات من الواتساب تشانلز كل يوم عشان يشوف الافيلابيليتي بتاعت كل مطور. اوكي. احنا we can build a centralized WhatsApp channel ونستخدمها as a sales co-pilot. بمعنى ايه؟ ان احنا هنستاندردايز ونجمع كل الداتا من الديفلوبرز في مكان واحد، وهندي الواتساب الواحده دي بدل 300 واتساب او ال 500 واتساب للبروكرز. تمام. وفعلا دي اول يوز كيس احنا بدانا بيها من خلال كلامنا مع البروكرج فيرمز، وبدانا نروح ونبيع السولوشن ده. لقينا في ابيل
بس من خلال كلامنا معاهم اكتر لما بدأنا نعمل بارتنرشيب مع اكتر من شركة، لقينا ان كلمة ليد كواليفيكيشن وليد جنريشن والليد هو الاساس الصناعة، لان هو من غير ليد مفيش سيلز. هو في الاخر عايز ماكسمايز الار او اي بتاعه، عايز فلوس في الاخر يعني. معلش يا محمود، بس الناس اللي مش فاهمه، هو عشان يعني بره الصناعه مش هيبقوا فاهمين يعني ايه ليد كواليفيكيشن اوبورتيونيتي، فلو تشرح لنا اكتر. طيب احنا عندنا في صناعه العقارات في زي بروسيس او فانل. اول حاجه الشركات بتعملها ان هي بتعمل حاجه اسمها ليد جنريشن. بيطلعوا بكامبين على فيسبوك، تيك توك، ديفرنت سوشيال ميديا، ويقولوا ان في مشروع جديد، لكن مشروع جوريان، مشروع اكس، اي مشروع، وفي يونتس متاحه باوفرز معينه، ببيمنت بلانز معينه اند سو اون. ماشي. بيزد على الاعلان ده احنا ممكن نشوفه حتى على الفيسبوك عندنا، بنكليك عليه ونقول ان احنا انترستد في الحاجه دي. فكده دي اول جزء من الليد جنريشن. طيب انت جايلك من الليد جنريشن عدد ليدز كبير جدا. هل كل الليدز اللي بتدوس على الاعلان بتبقى فعلا انترستد وعندها الانتنشن؟ 70% اصلا ما فيش، ممكن اكتر من كده كمان. فعشان كده الليد كواليفيكيشن مهم جدا. ان انا ريموف النويز، ان انا عايز بس الناس اللي عندهم هاي بوتنشال. فتلاقي في الصناعه حاليا اللي بيحصل زي ما انت قلت تنزعج من الكولد كولينج، بس بيحصل كولد كولينج كتير، ان كل الليدز اللي بتيجي دي الايجنتس بيبداوا يكلموه ويشوفوا مين اللي انترستد ومين اللي مش انترستد، ويبداوا يعملوا فولو اب مع الناس اللي انترستد. فده مرحله الليد كواليفيكيشن، او بنسموها بالعربي اللي هو تاهيل العملاء، اللي هو بيشوف بقى مين اكتر عميل محتمل هيقدر يقفل بيع معايا. بعد ما يحصل ليد كواليفيكيشن بيبدا يشوف ايه اكتر حاجه الليد ده محتاجها. لان لو هنتكلم على شركات السمسره، لو هنتكلم على مطور الاول، فالليد ده جاي على شركه على مشروع عند المطور ده، هو عارف هو عايز ايه بالظبط. ولكن لو الليد ده جاي عند بروكر، فهو ممكن يكون جاي على مشروع، بس من كلامه مع البروكر ممكن اصلا يشتري مشروع تاني. تمام. فبعد ما بيعرف كده البروكر بياخد الليد يوديه للديفلوبر اللي الليد خلاص ارتاح ان هو يشوف حاجه عنده، يعمل له فيوينج، سايد فيوينج، ولو خلاص كل الدنيا اتقفلت بيحصل نيجوشيشن، وبعد كده بيحصل ديل كلوجر. فدي البروسيس من اول ليد جنريشن لحد الكلوجر. وانس ان هو كلوزد عند الديفلوبر بيدي الكوميشن للبروكر يعني. كل ده عشان تايدنتيفاي او ده الجيرني اللي خليتك تقول هو ده البيزنس اللي انا عايز انفست فيه وفعلا شايف فيها هيوج جاب. بس هو اكيد الموضوع ما كانش بالسهوله دي، صح. فخليني برضو اسالك من ناحيه بيزنس تشالنجز ومن ناحيه تكنيكال تشالنجز، ان انت تبتدي بقى يبقى عندك فاينل، مش هقول فاينل بس اول برودكت طلعت بيه عشان توريه لبروكر كاستمر مثلا. شور. احنا اول حاجه بعد كده بعد ما عملنا الكوبايلوت ده كان فيز سريعه جدا وعملنا لها تيستنج، بس بعد كده حسينا ان الابيل اكتر رايح لحاجه ليها علاقه بالليد كواليفيكيشن او ليد جنريشن. طبعا ليد جنريشن محتاج ماركتنج كبيره جدا ضخمه. فاحنا ازاي نستفاد بالاي اي والبرودكت ديفلوبمنت، يعني ان احنا قلنا هنركز على جزء معين وهو الليد كواليفيكيشن، لان هو ستيل في مشكله. فشركات العقارات سواء البروكرج او الديفلوبرز عندهم 3 مشاكل. اول حاجه مشكله افيلابيلتي، ان انت الليدز دي لما بتيجي من الليد جنريشن كامبينز انت محتاجه حد يرد عليها بسرعه. لان انا لو جالي ليد وما ردتش عليه بسرعه في اول ساعه هيلوز انترست، هيطير خلاص، هيطير مننا. فده حاجه مهمه جدا، مشكله الافيلابيلتي. تاني حاجه مشكله الكاباسيتي. شركات العقارات ماشي عندها ليد بيس كبير جدا، في شركات عندها اكتر من 1,000,000 ليد في السيستمز عندها. بس انت عشان تعملي مكالمات مع 1,000,000 انت محتاجه كاباسيتي بشريه ضخمه جدا جدا. ماشي. فتاني مشكله تاني مشكله هي مشكله كاباسيتي. تالت مشكله، والمشكله دي تحديدا البروكرج فيرمز اكتر من ريل استيت ديفلوبرز او مطورين يعني، هي مشكله النوليدج. طب انا هتكلم دلوقتي على بروكرج فيرم اكس. تمام. البروكرج فيرم اكس ده بيبيع ل 300 مطور في السوق المصري، موجودين في 6 بلس ديستنيشنز. فلما بيجيله سيلز ايجنت جديد، هيومن سيلز ايجنت، هو محتاج يعلمه او يعلمها عن كميه مشاريع كتيره جدا في ديستنيشنز مختلفه جدا، بلس ان الرول بتاع السيلز عامه في مصر التيرن اوفر عالي جدا فيه. فمتلاقي ان دايما في موضوع التريننج ده مستمر، فالناس تيجي عقبال ما تتعلم وتبقى قادره وشاطره ان هي
فاهمه مشاريع وعقارات وحاجات تبدا تبيع تلاقيها سابت الشركه ومشت. فمشكله نولج. واحنا قلنا ان احنا ممكن الثري بروبلمز دول احنا ممكن نعالجهم بالاي اي. فاول حاجه طلعناها هو الاي اي سيلز ايجنت. اي اي سيلز ايجنت افيلبل على مدار اليوم 24 ساعه، هايلي سكيلابل، يقدر يكلم الاف من العملاء في نفس الوقت، وعنده unlimited knowledge. كل ما بتغذيه knowledge اكتر كل ما يكون شاطر وفاهم اكتر. فاول حاجه طلعناها هي الاي اي سيلز ايجنت، يستخدم للليد انجيجمنت وليد كواليفيكيشن. فاحنا في قلنا خلاص مش هنركز على الليد جنريشن انت عاملها عن طريق الكامبين، وخلي مثلا الكول تو اكشن عندك هو الاي اي ايجنت بتاعك. فبدل ما هيومن هو اللي بيدخل في اللوب يكلم الناس، الاي اي هو اللي هيدخل ويبدا يتفاعل مع العملاء ويطلع لك منهم مين اكتر حد عنده بوتنشال عالي ان هو يدخل يشتري. اوكي حلو قوي. طيب ده البيزنس سايد. انا عارفه ان انت you're more into business side and not the technical، بس انا دايما بيبقى عندي فضول اعرف في انهي بارت من الديفلوبمنت سايكل بتاعه الايجنت بتواجهوا فيها المشاكل. هل الانفراستراكشر، هل الانتجريشنز، هل choosing the right LLM to your different models، هل انتوا اصلا عاملين single agents ولا multi agents؟ يعني طبعا ادينا هاي ليفل، بس احنا بس عشان نعرف انسايتس عامه لو حد بيتفرج على السيزون كله يبقى فاهم الترند بتاع التكنيكال اسبيكت تشالنج للبزنس اونرز او حتى الاس ام ايز اللي في الفيلد ده، ايه اكتر حاجه بتقابلهم؟ طيب هو عامه انت لما تيجي تشتغل على ستارت اب اول حاجه بتركزي عليها انك تطلعي بام في بي او مينيمال فايبل برودكت، ماشي. فانت في الاول ما بتقدريش تعملي كل حاجه، وده اللي حصل معانا. احنا اول ما طلعنا بالاي اي سيلز ايجنت كنا عملنا حاجه بسرعه جدا وطلعناها، ومع الوقت بدانا نطور فيها. فاول ما طلعنا مثلا كان هو وان ايجنت بيعمل كل حاجه، سواء ان هو ايدنتيفاي الانتنت او النيه بتاعه الليد اللي هيدخل يكلمه او الريكويرمنتس بشكل عام. اكتشفت حاجه ان كل انا كنت فاكره ان ده حاجه سبيسيفيك بفيرتيكال معين، بس الكي ووردز في صناعه الفلوس واحده، يعني كله بيبدا بانتنت ديتكشن بغض النظر انت بتعمل فلو لايه. صح. وده مهم جدا عندنا، لان احنا عندنا ودي اكتشفناها مع الوقت برضو من الكاستمرز. كل حاجه ياخد الراوت بتاع الفلو بالزبط. هو عايز ايه بالظبط؟ لان في باير ممكن يكون داخل هو انفستور، وفي باير تاني هو لا هو حد عايز يشتري، وفي باير تالت هو داخل يكسبلور، وفي بيرسوناز تانية. فانت كل بيرسونا هيبقى ليها كونفرزيشن فلو مختلف، او الاي اي المفروض يكلمها بشكل مختلف. فانت فعلا الانتنت ديتكشن دي من اهم الحاجات ومن فيرست ستيبس اللي موجوده عندنا. اتوقع كمان بما اني دخلت قوي في الصناعه يا محمود، يعني اكتشفت مع الوقت انه الاي اي فويس اللي انت بتستخدمه على حسب الانتنت بيفرق. صح. يعني اللي بيبيع لازم ده يبقى شخصيته اللي هو فيري هايبر وانرجيتك، واللي هو بص بقى انا عندي ايه وبتاع، فبتختار الاي اي فويس ده. لو حد مثلا بيكلم انفستر لا هو مش محتاج يبقى هايب قوي كده، وبالعكس ممكن يكون حد جراوندد. فاكتشفت ان ده حتى في الصناعه وانت بتديفلوب الايجنت، انت كل ايجنت ليه بيرسونا في شخصيته. صح. والاكسنت بتاعته. صح. وانت اتكلمت في الاول عن ان الريل استيت بدات يعني او صناعه تقليديه، وان السوفت ويرز العاديه يعني فيري تراديشنال. الاي اي دي بقى ميزته ان هو بيفهم بيهيفير، بيفهم سلوك الناس بتتكلم ازاي. في اي اي دلوقتي بيفهم كمان ايموشناليتي، سنتمنت اناليسيس بالظبط. فبيزد على الايموشناليتي والتون والانتنت بيقدر يقرر وهو هيتصرف ازاي، وده كله ريل تايم. صح. فدي برضو من المميزات الاي اي يعني. بما اني بكلمك على التشالنجز في البارت بتاع التكنيكال، انا عارفه ان انتوا الايجنتس بتاعتكم بالعربي صح كده؟ انا ما اعرفش قد ايه الموضوع تشالنجينج وانتوا بتديفلوبوا بالعربي، لان انا يعني بيزد على تجربتي، يعني انه لو انت بتديفلوب ايجنت بلغه، احنا العادي ان انت بتكتب برومبت بالانجلش، والايجنت بتاعك متوقع ان هو يكون بيتكلم نيتيفلي بلغه تانية، ما بيعرفش يعمل LLM ترانزيشن مظبوط. ومعرفش لو انت هتصلحني في الموضوع ده، بس انا شفت التجربه دي. فلو انتوا اصلا بتديفلوبوا يعني الكاستمر بيس بتاعكم عربي، واتوقع كمان انتوا عاملين ايجيبشن ارابيك صح كده؟ طيب خليني اقول لك على الجزء ده. خليني بس اكمل جزء بسيط بخصوص السؤال اللي فات. احنا بدانا فيري بيزك،
يعني سنجل ايجنت. وبعد كده مع الوقت بقى قدرنا نعمل اللي هو بنسميه الاوركستريتور، ان هو هندخل الليد بيدخل يتكلم في بدايه الكونفرزيشن، وبيزد بقى على احتياجات العميل ممكن نعمل اوركستريتور بيختار ايه انسب حاجه ليه. ففي حاجات مالتي ايجنتس والاوركستريتور هو اللي بيجوفرن بقى بالظبط. وده بقى اللي احنا ليه علاقه اكتر بالايجنتيك اي اي، ان هو في تولز مختلفه ممكن تسبورت الليد. يعني مثلا الليد لو عايز يبوك ميتنج فانت محتاجه تعملي تول تانية يعني. طيب سهل استخدام الاجنتيك اي اي في ريل ستيت اندستري كومبيرد بكونفرزيشنز عملتها في اندستريز مختلفه، لانه مش ميشن كريتيكال زي التلكو والفينتك مثلا، فعادي ان هو ان يعمل ميتنج عادي صح ملهاش امباكت. فاجنتيك اي اي في ريل ستيت اندستري فيري ريليفنت. صح جدا. وانت سالت سؤال تاني بخصوص اللانجويجز. احنا عندنا حاليا الايجنت ممكن يتكلم اكتر من لانجويج بشكل عام، بس احنا اكتر تو لغتين مركزين عليهم هو الايجيبشن ارابيك والانجلش، لان ده ريليفنت للماركت اللي احنا مركزين عليه. كان سبورت خليج لسه ما بدأناش في الخليج، ان شاء الله نكست. متخيله التستنج هيبقى عامل ازاي بتاعه. طيب انا بس حابب اقول لك على بالظبط يعني هي دي حاجه بتفرق، وعشان كده برضو حابب الفت نظرك، لان احنا ليه قررنا ان احنا نركز على فيرتيكال برضو. لان احنا كنا ممكن في الاول هو اي اي ايجنت كونفرزيشنال اي اي ايجنتيك اي اي، ممكن كنا نبقى سيكتور اجنوستيك ونعمل ليد كواليفيكيشن اكروس اندستريز. بس الناس ممكن تشوف الحاجه دي ان هي حاجه بسيطه، بس لا، يعني انت تكون مركز على فيرتيكال واحد ده بيديك ايدج. لان احنا بندخل واحنا بنبني الايجنت احنا بنعلمه وبنعمل له تيونينج ازاي يتعامل مع كل حاجه تخص هذا القطاع. القطاع العقاري فيه ترمينولوجيز معينه، في حاجات بيسموها سلانج لايبريز في ال ام مثلا. بالظبط كده، في نيدز معينه للبايرز. احنا في اول ما بدانا احنا عملنا سو فار يعني عدد كبير جدا من الانكوايريز اللي جت على الاي اي ايجنت، الاف من الانكوايريز. ده بتعملوه فيدنج مانيولي انجكشن مانيولي؟ ما هو لا، في بقى كذا حاجه. احنا اول يعني سو فار من اول ما بدانا لحد دلوقتي جه من خلال برضو البارتنرشيبس بتاعتنا جه انكوايرز كتيره جدا. فطول الوقت احنا عملنا في الاول كنا بنعمل مانيوال اوبزرفيشن، بنشوف الانكوايرز جايه عامله ازاي، وبعد كده بدا عملنا اوتوميشن للموضوع. فعملنا بقى زي سيستم كده بتشوف كل الحاجات الجديده، بيبني زي كويستشن سيت وايه احسن انسرز اند سو اون. فعملنا زي تريننج سيت للاي اي، وكل شويه بنفاين تيون الموديل. ايفينشولي مع كل ما العدد الانتراكشن يزيد مع الاي اي ايجنت، كل ما هنقدر نتيون ال ام الى ان شاء الله ما يكون عندنا اور فاين تيوند ال ام فور ريل ستيت، نيتيف ريل ستيت ارابيك سبوكن. ودي الفيجن بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله متحمسه قوي. يعني انتوا فويس بتسبورت فويس ولا بس شات؟ الفويس موجوده عندنا في الرود ماب، بس سو فار احنا بس تكست. اوكي متحمسه قوي انا شخصيا. يعني بجد ابلكيشن مهمه ومفيده، ولو حد فعلا مهتم بالاستثمار العقاري انت بتبقى محتاج حاجه اكسلريتور تراستد تستخدمها. صح. وبرضه انا حابب برضه يعني انا مش اجينست الهيومن سيلز ايجنتس، بس مثلا مميزات الاي اي ان هو مفيش بايس، ايوه، في ترانسبيرنسي عاليه. هو مش هيزقك ناحيه مشروع معين، صح. هو عنده نوليدج وبيحاول يساعدك على الباينج سيجنالز اللي بياخدها منك، يقول لك والله بيزد على يور بريفرنسز دي انا اللي شايفه. فانت هتاخدي وتدي معاه في الكلام، وهيطلع لك كل حاجه بمنتهى الترانسبيرنسي. بس هو ما عندوش اي مصلحه ان هو يجايد يو ان انت تروحي لحته معينه. انا كمان بحب انا جربت طبعا الابلكيشن بتاعتكم، انه فكره ان انت بتقول له والله بص لا انا عايز في المنطقه دي، وبعد كده انا هدي البادجت اللي معايا وانا ده بس الداون بيمنت اللي معايا، فقول لي طلع لي كده ايه الحاجات اللي انا ممكن اعملها. ففكره صح. ان انا بخش كده عليه على طول اقول له بص ده اللي موجود وبيديني رد. very very amazing solution يعني. طيب خلينا بقى ننتقل لرحله الانتربرينورشيب. الناس بتشوفها من بره انها حاجه very كده شايننج وبيس اوف كيك، والله ده سي او اكيد حياته حلوه وكل يوم بيسافر وكده، بس خلينا نشوف الحقيقه بقى. طيب دلوقتي انت اوريدي بدات شركتين ستارت ابس، واللي معاك دلوقتي اكس بايتس، وعرفت تعمل فاندنج لكذا راوند. خلينا الاول اسالك السؤال بتاع لو حد عايز يبدا ستارت اب، مش شرط في الاي اي بس عامه، ده اكتر سؤال بيجي لي، نبدا منين؟ يفاند ريز ازاي؟
طيب هو في حاجات كتير جدا للفاند ريزنج. في حاجات مثلا كراود فاندنج، في حاجات بوت سترابنج. يعني البوت سترابنج ان انا ببدا ماي اون ماني، ان انا ابدا استخدمها. كراود فاندنج ان انا اشوف بقى كم حد انترست بنفس الايديا واخد فلوس من الناس. في في سي او فينتشر كابيتال، ممكن برضو ده يساعد. في انجل انفستورز، مستثمرين اشخاص او الاستثمار الملائكي يعني زي ما بيسموه. انا يعني في تجربتي احنا اكسبايتس اول استثمار خدناه من فينتشر بيلدر او في سي، تو بي كونسيدرد في سي يعني، برضو هو اسمه انتلر. ده كان من الرياض. قدمنا عليها ورحنا عملنا ريزيدنسي معاهم 3 شهور. الكونسيبت بتاعهم ان هم بيعملوا ماتش ميكنج بين الفاوندرز. احنا في حالتنا رحنا از تيم، انا وماي كو فاوندر دينا يعني، وبدانا نشتغل على كونسبت وبرزنت الكونسبت ده في اخر البروجرام، وعملنا انيشال فاليديشن، وفي الاخر اخدنا التيكت يعني. انا نصيحتي كبدايه عامه في اي ستارت اب، لازم اول حاجه يكون البروبلم ويل ديفايند، وفي انيشال فاليديشن، وبعد كده بقى في سكك كتير للفند. من اهم الحاجات اللي في المنطقه هنا بيركزوا عليها ان مش بس يكون في مشكله، كمان يكون في كاستمرز او برودكت ماركت فيت. ودي حاجه انا اكتشفتها لما نزلت هنا في المنطقه يعني. انت من وجهة نظرك الاصعب في البداية التكنولوجي نفسها كتشالنج، ولا ان انت تبروف للانفستر ان انت هيبقى عندك ROI؟ التكنولوجي بقت سهله جدا 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 جدا. يعني انت ممكن تبني اي حاجه ان نو تايم. الفايب كودينج دلوقتي، الاي اي تولز خلت الموضوع سهل جدا، ومش ده الديفرنشيتور لاي ستارت اب موجوده حاليا. والانفستورز في المنطقه هنا العربيه تحديدا يعني بقوا مركزين قوي مع الموضوع ده. صح. فمثلا السبيس بتاع الاي اي ايجنتس، انت لو بصيتي على مصر والجي سي سي شوفي كميه الاي اي ايجنتس اللي موجوده. فالتكنولوجي هي مش بارير فور انتري خالص. اللي بيعمل بارير فور انتري ان فعلا تكون مركز على فيرتيكال معين، على نيش معين، تتحرك بسرعه، تكون فيرست موفر، بقى عندك ديستريبيوشن نتورك كاستمرز، وتقدر تقنع الكاستمرز دول بالسولوشن اللي انت بتبنيه، ويكون في برودكت ماركت فيت. الناس خلاص بقت ويلنج ان هي تدفع لك فلوس، والفلوس دي بتحصل بشكل مستمر، وتقدر تثبت انك بتجرو مع الوقت. دي اهم حاجه، لكن التكنولوجي مش هي اهم حاجه خالص يعني. اكتر كلمه سمعتها انا عارف كاني عماله اجمع كده، اخد تيك اويز من الانترفيوز مع الناس في عالم الاي اي. برودكت فيت سلاش ماركت فيت، تو اكسلريت او تو هاف يور برودكت ريدي، وتو بروف للكاستمر او المستثمر على حسب وضعك ايه. لو انت ستارت اب فانت محتاج تقنع المستثمر، لو انت بيج كوربريت محتاج تقنع الكاستمرز اللي شغالين معاك ان انت اكشولي عندك تانجبل ROI وحاجتك شغاله. صح. دول الثلاث حاجات مليون في المية اللي انا يعني باي فور كل حد اكسبرت بقعد معاه لازم يهت حاجه من الحاجات دي، او ما كانش كلهم. صح. طيب يعني محمود، بما انك اشتغلت في كذا حته في يوروب وشفت الاي اي بديفرنت برسبكتيفز، وكمان انت كنت فاوندر لكوميونتي هناك، حابه اسالك الاول ايه فكره ان انت تبقى فاوندر لكوميونتي ليها علاقه بالاي اي؟ لان بدات اشوف الموضوع ده بقى منتشر قوي الفتره دي، سواء بقى حاجات ليها علاقه بومن ان اي اي كوميونتي، او عامه جينيريك كوميونيتيز في اي اي زي عندنا في السيزون يوسف كمان ان شاء الله بيبل اوف داتا. كل يعني كل الترمينولوجيز دي ليها علاقه كلها بكوميونتي باي اي. فايه فايدتها يعني، وبما انك كنت من المؤسسين ليها يعني، وبما انك كنت في الكوميونتي وشفت في المينا ريجن وشفت في يوروب، ايه فرق تطور الاي اي بين مينا ريجن ويوروب؟ طيب اكتر من سؤال. سؤالين. طيب بالنسبه للكوميونتي، الكوميونتي دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. اكتر فايده فيها هي الجزء بتاع النوليدج شيرنج. انت لما بتكوني شغاله على شركه معينه، انت بتكوني زومد ان جوه شركتك، عارفه زمايلك في الشركه بتعملوا حاجات معينه وخلاص.
لكن ما تعرفيش ايه اللي بيحصل في الاندستري، ايه الحاجات الديفلوبمنت الجديده، وخصوصا ان مع الحياه بقت بيزي جدا. الفاست بيس اندستريز كمان دي محتاجه تبقى عندك اطلاع من كذا مجال، يعني مش من رؤيه واحده بالظبط. فكمان الحياه بقت سريعه جدا وبيزي، انك مش عارفه تلاحقي على كميه النولج، وفي واحد بيحس ان هو اوفرويلمد اصلا بكميه المعلومات اللي موجوده. فان انت تبني كوميونتي ومن وقت للتاني تقابلي الكوميونتي دي، انت بتتعرفي على ناس جديده، بتعملي نولج شيرنج، كل حد بيشير النولج اللي عنده في الميتنج يعني، وبتتعلمي وبتستفادي، وبتفتح لك كمان opportunities كتير. يعني انت خلاص بقيتي عارفه experts توب مايندز ونتوركس. بالظبط. انا بيج بريفر جدا في موضوع النتوركس ده، لازم بيخليك تمانوفر في اي حاجه. بالظبط. فده أيوة. كان الموتيفيشن للكوميونتي دي. انا عملت كوميونتي اللي هي ميت اب اناليتكس ترانسليتور ميت اب في امستردام، وصلت تقريبا 300 ممبر لما انا كنت موجود. عملنا 2 بيج ايفنتس، واحد انترنال عندنا في الشركه اللي كنت بشتغل فيها اكزيبيا، وواحد عملناه ان بارتنرشيب مع بنك كبير جدا في هولندا اسمه رابو بانك، والاثنين كان سوبر سكسسفول. احنا فكره الميت اب ان احنا كنا بنجيب اكسبرتس 2-3 سبيكرز هاي بروفايلز يتكلموا عن توبكس معينه او يوز كيسز معينه في الاي اي او الاناليتكس ترانسليشن او بزنس ترانسليشن وات ايفر التوبيك يعني. وبيحصل بقى ميتنج اراوند التوبكس دي، ويكون في بقى نتوركينج ايفنت قبل وبعد الميت اب يعني. فطبعا نولج شيرنج، كونكشنز، اوبورتيونيتيز. في حاجات تانية ممكن تيجي منها يعني. imagine as an organization بتعملي ميت اب انترنال ميت اب وبتدعي فيها الناس من بره، تمام؟ فانت بيجيلك الفرصه انك تقابلي ناس ببروفايلز مختلفه. بعد كده لو انت جالك النيد انك مثلا عايز تعملي هايرنج، فانا شفت ايمان، شفت محمود، شفت اكس واي زي في الميت اب اللي فاتت، والناس دي كانت جامده قوي، فانا اول حد هكلمهم هكلم الناس دي. مظبوط. ففي فوائد كتيره جدا للميت ابس والكوميونتي يعني. نفسي اشوف اكتر منهم في مصر، بس حاسه يعني في بس عايزين نشوف اكتر بقى وكده، ويبقى ليهم فعلا تواجد اكتر. صح. زي ما قلت كلها حاجات ليها benefits، بالذات في AI، لان معظم الناس بتبدا او ما عندهاش انكر قوي قوي في الفيل ده، فشايفاها حاجه مهمه قوي. صح. البارت التاني من السؤال يا محمود، ازاي شايف اختلاف ما بين المينا ريجن ويوروب من ناحيه البروجرس بتاعت الاي اي عامه، او الادوبشن بتاع الاي اي؟ طيب مش ريل ستيت طبعا، ده بقى كروس كل فيرتيكال. لا شور. انا اخر 5 سنين قبل ما انزل مصر كنت بشتغل كونسلتنت اي اي استراتيجي، اي اي بري سيلز، اناليتكس ترانسليتور، برودكت مانجمنت في الاي اي برضو. اللي انا لاحظته ان الادوبشن للاي اي بره سريع جدا يعني. الناس فعلا اول ما الجينيراتيف اي اي بدا ينزل لقينا ان كل الاورجنايزيشنز بدات تشتغل على اي اي استراتيجي وتحط بادجتس وعايزين يطوروا ويطلعوا يوز كيسز اند سو اون. فالسرعه الادوبشن هناك بمقارنه بمصر او المنطقه هنا، لا هناك الدنيا اسرع بكتير في الادوبشن. اي وود برضو ان انا سي ان انا برضو الجزء بتاع الماتيوريتي، الليترسي نفسها او الاديوكيشن بتاع الاي اي، في اديوكيشن برضو اعلى مقارنه بالمنطقه. فده برضو بيفرق في الجزء اللي هو الناس تبقى مور استراتيجيك وتادوبت الاي اي. وكمان الماتيوريتي لما انت بتتكلمي مثلا، احنا لو هنبدا اول حاجه هو initialization، توصل لحد الاندسترياليزيشن والكوميرشاليزيشن للاي اي، فهم شويه سابقين في اللاين ده مقارنه بمصر. احنا يعتبر لسه في الاول يعني. برضو بما ان قلت كده، انا ستيل شايف ان مصر والجي سي سي الادوبشن بدا يبقى اسرع من قبل كده. يعني في ناس كتير دلوقتي بتتكلم في المواضيع في يوز كيسز السنه دي بالذات، يعني قصدي نص يعني 2025 ممكن يعني الكوارتر 3 والسنه دي بالظبط. وحتى في اخر 24 انا كنت عملت مشروع مع شركتي الهولنديه، عملت مشروع كبير في السعوديه اي اي استراتيجي، والناس يعني كان شركه حفر وكانوا بيفكروا في اي اي فور مونيتورنج واي اي فور ترانسليشن ولوكاليزيشن وفاينانس، اي اي فاينانس. ف لا بدات الشركات برضو تفكر في الموضوع ده، فكويس ان احنا نشوف ده يعني. حلو قوي. انا مستمتعه والله بكل حاجه انا بسمعها جديده وبتعلم يعني. شكرا. طيب اخر حاجه في البودكاست يا محمود، عايزاك، وده بساله لكل ضيوفي، لو حد عايز يبدا، سواء بقى هيبدا شركه اي اي
او عايز يبتدي بنتريت مجال الاي اي، ايه السكيلز او الحاجات اللي محتاج يتعلمها عشان يبدا؟ لانه واضح كده شكلها كده انه حتى لو انت بي ام لازم تبقى عارف اي اي، حتى لو المخرج بي ام حتى لو ايه انت لازم تبقى عارف اي اي. فايه نصيحتك للاودينس بتاعتك؟ طيب انا نصيحتي انا طبعا دايما برو ان في المجال بتاع التكنولوجي والاي اي ان احنا نكون على قد ما نقدر جنراليست، او بنسميها التي شيبد، ان انت تكون فاهم طبعا في التكنولوجي بس تكون برضو فاهم في different domains وفاهم البيزنس. ده بيساعد كتير جدا في الصناعه اللي موجوده عندنا. يعني انا مثلا لو احب اشتغل مع حد احب ان هو يكون فاهم حاجات تكنيكال، بس في نفس الوقت بيقدر يفهم business requirements، يكون proactive، يقدر يبرين ستورم، يبدا يطلع ايدياز. فنصيحتي دايما الناس ما تبقاش زومد قوي في الجزء التكنيكال، تطلع بره تبقى مور بتوين، ان هي تكون عندها بالانس بين البيزنس وبين التكنولوجي. من الحاجات اللي بدات تنتشر كتير جدا دلوقتي الناس بتبدا تركز عليها الجزء بتاع الجنراتيف اي اي او الذكاء الاصطناعي التوليدي، الجزء بتاع الايجنتيك اي اي، الراج. الحاجات دي بقت مهمه جدا دلوقتي في كميه يوز كيسز رهيبه اكروس اندستريز. فلو هنصح برضو الناس تبدا تركز على الاجزاء دي. Thank you يا محمود. Thank you for all the شكراً. details وكل الانفورميشن. الحلقة حلوة قوي، enlightening. انا بحس بلحظات التنوير دي فعلا لما احس المعلومات كده ابهرتني، واكيد شكراً. هتبهر الناس اللي بتتفرج علينا. Thank you so much. شكرا ايمان، انبسطت ان انا كنت معاك النهارده. شكرا.